بنسمع كتير مصطلح اسمه الارث او الارض، وعلميا بيسموه التقريض. وتعالى اقول لك هو مهم قوي كده ليه وبيتعمل ازاي. كل جهاز بتستخدمه في الشقه بتاعتك ليه قدره معينه، لما التيار الكهربي بيوصل للجهاز ده بياخد منه اللي هو محتاجه ويسيب الباقي ده بيتجمع على هيئه شحنات كهربيه على الجهاز نفسه، فلما تيجي تلمسه تتكهرب. واوقات كتير بنيجي نسلم على بعض برضه بنتكهرب، بتبقى كهرباء بسيطه كده يعني، ونحس بماس كده حصل في ايدينا او في الهدوم بتاعتنا. احنا بقى عايزين نفرغ الشحنه الزياده اللي موجوده في الجو دي عن المكان اللي بنستخدمه تماما، فبنعمل دايره رابعه في المنشأ غير الثلاث دوائر الاساسيه اللي هم دايره الاناره والقوه والتيار الخفيف، شبكه كامله كده مستقله تماما عنهم، بتتوصل عند كل نقطه موجوده في الشقه بتاعتك، المفاتيح والبرايز ولوحات الكهرباء والبوابات كمان، كل حاجه حرفيا. هاخد الاسلاك دي كلها واجمعها على كابل اسمه كابل التقريض، واروح اعمل غرفه تفتيش صغيره جنب المبنى بالمنظر ده، في مكان محدش بيوصل له ومش مستخدم كتير، واملى الغرفه دي فحم وملح جوه برميل، وجواهم قضيب من النحاس طوله ما يقلش عن 3 متر، واوصل بيه كابل التقريض اللي جمعته من الشبكه الاساسيه، عشان مقاومه الفحم والملح اضعف بكتير من مقاومتنا احنا للكهرباء، وتيار الكهرباء معروف بيروح للمقاومه الاضعف والاقل، وكده احنا ضحكنا عليه. ودي من الاسباب اللي خلتهم بره يعملوا فيش ثلاثيه، وظيفتها انها بتسحب الشحنه الزياده من الطرف الثالث وتوديها على قضيب النحاس ده. بس احنا كمصريين عادي بنجيب كونفرتر ونحوله لفيشه ثنائيه برضه، حاجه غريبه، تبقى مؤسس دايره التقريض بتاعتك وتتكهرب برضه عشان بتستذكى. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.